اما محرم يحب يجيب عربيه ما بيجيبهاش زي الناس كده عادي. مرسيدس 200 فولي لودد موديل 2025 اقل من السوق بمليون جنيه. اما تيجي تتكلم عن مرسيدس او اي عربيه لاكجري ما تقعدش تقول لي فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو وكراسي سخانات. مرسيدس دايما بتستهدف الراحه والفخامه والبرستيج اكتر من الاداء الرياضي والسعر الاقتصادي. يعني انا مثلا دلوقتي بكلمك من كاميرا العربيه، لما احب اعمل محتوى مش محتاج حد يصورني، ممكن اعمله وانا قاعد في العربيه عادي. محرم لما يحب يشتري عربيه هو اللي بيصممها بنفسه جوه المصنع. ايه الجديد واللي بيميز مرسيدس عن غيرها؟ نظام الام بي يو اكس اللي هو نظام الترفيه والتحكم. شايف الثلاث شاشات دول؟ دي حاجه مش جديده وموجوده في عربيات كتير جدا دلوقتي، بس الجديد بقى اندمج فيهم الاي اي عشان يعرف عاداتك ويقدر يتحكم في الاوامر الصوتيه اللي انت بتديها له ويحفظها ويتعامل معاك كانه شخص بالظبط بيلبي لك طلباتك وبدقه اعلى بكتير من اي اصدار فات. بص بقى السبورت مود، شايف السحبه؟ اهي السحبه دي بقى بتديك الفخامه والراحه والرفاهيه ومعاهم كمان الاداء الرياضي. ايه بقى ميزه ان انت تعمل كونفيجريشن بنفسك للعربيه؟ ان انت بتختار كل تفصيله فيها، فرش بلونه بطريقه تفصيله، بتختار الوان العلامات، الوان الجنط، شكل الجنط، لون الخياطه نفسها بتاعت التابلو، زي بالظبط لما بتفصل بدله على مقاس. العربيه دي اول ما تقفل الحزام كده في سحبه كده للحزام بترفرف قلب. وليه ايرماتيك واير سسبنشن؟ لازمته ايه؟ بيدي راحه في المشي وفي المطبات وفي كل تفصيله وانت ماشي. عايز تعرف جبناها ازاي باقل من سعرها بمليون جنيه وازاي تعمل كونفيجريشن للعربيه؟ انت بس هتسال محرم